اهلا بيكم في بودكاست. نقاش منتهي. ايه اكتر حاجة لو اتعملت لو اتعمل من حد انت بتحبه ممكن تعديله او تسامحه برغم ان في عاداتك تمام او العاده بتاعتك ما بيحصلش او مش هتعديها اصلا كعبد الرحمن؟ الحاجة اللي بتبقى خارجة عن ظروفه، يعني خارجة عن إرادته أصلا، إن هو اتحط في موقف سيء جدا واضطر إن هو يأذيني فيه. بس أنا ساعتها ممكن أسامح، لأن على حسب الظروف بتختلف من بني آدم لآخر، والنوايا بتختلف. يعني ممكن تغير مبدأك. ما هو ده مبدأ أصلا، إن أنا أشوف اللي قدامي محطوط تحت ضغط قد إيه، وبعد كده أقدر أشوف بقى أنا أقيم الموقف اللي هو اتحط فيه عشان يقدر يأذيني. لو هو أذيني عن عمد، ساعتها أنا مش هاخد بقرار ان هو يبقى فيه رأفة بيه يعني. طب لو هو عن عمد فعلا وانت بتحبه جدا، ففعلا ممكن تعديله ولا تقول لا ده مبدأ وهتتعامل زي ما عبد الرحمن بيتعامل في المطلق؟ لا طبعا، اللي ضربك مرة يعرف يضربك مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة. ساعتها انا مش هسامح، لان انا كده بفتح له باب بقول له لا اذيني تاني. انا هبة جابر، عبد الرحمن محمد، وده بودكاست نقاش منتهي.